في هذا الفيديو تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز، تفاصيل إصابة إمام عاشور وعدم سفره مع الفريق، أحمد عبد القادر غضبان من كولر، يا ترى إيه السبب؟ انقلاب في قضية عبد الله السعيد. السلام عليكم يا شباب. عارف مفيش مزاج لكوره ولا اي حاجه، لكن الظروف بتقتضي ادام مفيش في ايدينا غير الدعاء وان احنا نقدم مساعدات عينيه لاخواتنا. ده بس اللي في ايدينا حاليا. مطالب ان انت تحافظ على نفسيتك على قد ما تقدر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يبقى ليه اراده تانية. فكنوع من التغيير قلت اعمل حاجه بحبها وهي الفيديوهات اللي بعملها عن النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. قلت ايه الواحد يغير موده وبعدين يرجع تاني. فحبيت اشارك معاك اخر اخبار النادي الاهلي لو حابب يعني. ابدا معاك باول خبر، وهو تغيير مباراه النادي الاهلي وصن داونز من الساعه 7 للساعه 3. يعني يا اولاد الهرمه، ما انتم لاعبين بيترو اتلتيكو من كام يوم الساعه 7، اشمعنى احنا؟ اللي مضايقني كمان ان اداره النادي الاهلي سكتت. انا كان عاجبني من بطوله السوبر الافريقي دي ان من ضمن شروطها ان هتلعب في اجواء وفي توقيتات معقوله، فانت من 7 ل 3 وانت ساكت خالص. فربنا يستر. هو الاجواء بيقول لك درجه الحراره تبقى 20 معقوله، يعني مش حر والكلام ده. لكن برضه ليه؟ طب ما الناس دي منظمه كاس عالم، ما العب 7 وبيترو اتلتيكو ما انت لعبت معاه 7، اشمعنى انا 3؟ رغم ان عندهم اصابات كتيره يعني. فربنا يستر لما نشوف. رغم النادي الاهلي اترفض له انه ياجل المباراه من يوم الاربعاء ليوم الخميس بسبب ظروف الطيران. قال لك لا، ما فيش، الاتحاد الافريقي قال لك ما فيش حاجه وشركه راعيه، ما فيش ما يدعي لذلك. فهم وافقوا على طلب سان داونز وما وافقوش على طلبك وانت ساكت. ماشي. خش على الخبر بعد كده، وهو امام عاشور انه ما سافرش مع الفريق. امام بعد مباراه سيمبا، طبيعي اللعيبه اللي ما بتشاركش بتعمل زي اطالات وبتجري حوالين الملعب كده، ايه زي نوع محافظه على اللياقه ادام ايه ما شاركش يعني. المهم امام وهو بيجري، فكولر ما عجبتوش جريه امام، فسال خالد الجوادي قال له خلي امام يجري شويه يعني. فامام قال له اصل رجلي وجعاني شويه. راح كولر علف، راح قال له طب اطلع بره ريح. مهيب عبد الهادي يسكت، لا انت عارفه بيحبنا وبيحب الخير للنادي الاهلي زي يعني. عمل قصه وفيلم وان الامام لا وبوزه والكلام ده ومش عارف ايه، وان امام مش عاجبه انه ما بيشاركش وانه قاعد احتياطي والكلام ده. امام تاني يوم عمل اشاعه، طلع فعلا فيه التهاب شويه في الاوتار، او الكدمه اللي خدها في مباراه الاسماعيلي لسه مقصره. ده يدخلك لباب تاني، وهو حته التشخيص الطبي والدكتور بتاع الفريق. طب انت الراجل ده لو كان شارك في مباراه سيمبا دي كان حصل ايه؟ كنا خسرناه خالص. يعني احنا يوم ماتش سيمبا الواحد بقى بيتنطط ان عايز رضا سليم وامام ينزلوا عشان نخلص المباراه ونخلص منها لانها متعلقه اخر دقيقه. فلا قدر الله لو كان امام شارك وكولر حب يرمي على ودانه حته زن الجماهير ويشارك امام، كان لا قدر الله كنا ممكن خسرنا بمده اكتر من كده. فازاي انت قلت لعيب جاهز وهو مش جاهز؟ فكولر اكتشف فعلا في شويه التهاب في الاوتار والكلام ده من الاصابه، وانه محتاج لسه راحه، فعشان كده ما سافرش مع الفرقه. وده يوريك ان ملف الدكتور في النادي الاهلي ده عليه علامه استفهام كبيره. انت عندك السوليه بقى فتره مصاب، مش عارفين هيرجع امتى ومش عارفين عنده ايه. كريم فؤاد رجع لعب ربع ساعه وبعدين اختفى تاني. فملف الاصابات غريب. فتحس ان الطب الرياضي ده في النادي الاهلي فيه مشكله كبيره يعني. عموما نشوف ايه هو اصلا كولر طالب دكتور اجنبي. هنشوف النادي الاهلي في توقفات يناير هيعمل ايه في الملف ده، لان انت كده هتبتدي تخسر لعيبه، فربنا يستر. اخش معاك بعد كده على احمد عبد القادر اللي مقموص وزعلان من مستر كولر لان شايف ان طاهر بياخد فرص على حسابه، او طاهر اللي ما شاف احمد عبد القادر شاف ان طاهر ما بيضيفش جديد وبياخد فرص وكولر مقتنع بيه وينزله عنه. في اخر الكلام اللي خارج من جوه النادي الاهلي ان احمد عبد القادر طالب في يناير يمشي بيع نهائي، لا اعاره ولا الكلام ده. هي قفلت معاه، نونوت في دماغه وعايز يمشي. هتقول لي ما يمشي، هقول لك برضو بصراحه يعني طاهر يفضل في النادي الاهلي وعبد القادر يمشي، فغريبه يعني، او مش حلوه. عموما هنشوف مستر كولر هيعمل ايه، لان بدات الامور يعني اكتشفنا ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان شايل بلاوي. فمستر كولر بدا ياخد كل حاجه الصلاحيات لنفسه، فبدات العمليه ايه تبهوأ ومفيش حد يحتوي الكلام ده. يعني لو كابتن سيد عبد الحفيظ شغل احمد عبد القادر والكلام ده المفروض يحتويه، فمفيش حد. كولر خد كل الصلاحيات لنفسه ومخلي كابتن خالد بيبو ليه شويه حاجات كده. فالعمليه عماله تفتح منه والمسؤوليات عليه كتيره. ولما نشوف يعمل ايه في الملف ده، لانك احمد عبد القادر برضو انت محتاجه، ولو راح للمنافس المباشر او لبيراميدز هتبقى مش حلوه يعني. اختم معاك باخر حاجه وهي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طبعا عارفين ان النادي الاهلي كان كسب عليه قضيه ب 2 مليون دولار. ايه القضيه؟ طبعا هو ما سكتش قاعد يستأنف والكلام ده، جايبها من الفيفا. القضيه اتلغت والنادي الاهلي شال تكاليف المحاماه
لا، خد بقى البوم الكبيره ان بقى عبد الله السعيد من حقه يرفع زي قضيه رد اعتبار على النادي الاهلي ويطلب التعويض اللي هو عايزه بسبب ان هو اتضرر وان يتوقف على ارصدته واتحجز على املاكه والكلام ده كله. دلوقتي القضيه مفيش 2 مليون دولار، لا، وعبد الله يقدر يرفع قضيه ياخد فيها تعويض من النادي الاهلي. هنشوف الملف ده يحصل فيه ايه، لان انا من وجهه نظري الشخصيه واللي اعرفه عن اداره النادي الاهلي ما بيخشش في قضيه الا هو يعني 100% ضامنها. فده لو حصل هتبقى مشكله كبيره، هتبقى اول مره نشوفها في حياتنا ان النادي الاهلي اللي بيخسر قضيه بل بالعكس بيدفع كمان تعويض. عموما هنشوف الايام الجايه مخبيه لنا ايه. انا حبيت بس ايه اغير مود شويه واطلع اتكلم معاكم، بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، فلقيت الحاجه انا بعمل فيديوهات اصلا حتى لو محدش شافها انا عن نفسي ببقى مبسوط بيها بقى، يعني بوثق فتره تشجيع النادي الاهلي زي حاجه بتبقى فيديو للذكرى. فان شاء الله نتقابل على خير بعد مباراه النادي الاهلي وصن داونز يوم الاحد، وان شاء الله النادي الاهلي على الاقل يبقى ايه يعني باذن الله يبقى اقصى حاجه التعادل، ما مش عايزين اي عكنان الفتره دي مش مستحمله الواحد فيه اللي مكفيه يعني. وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يصبر اخواتنا في فلسطين على الظروف الصعبه او ظروف الحرب اللي هم بيمروا بيها، يرحم شهدائهم ويشفي مصابهم يا رب باذن الله، وان شاء الله غمه وتعدي في اسرع وقت، لان بصراحه اللي بيحصل ده وجع قلبنا. نتقابل على خير باذن الله بعد مباراه النادي الاهلي وصن داونز. اشوفكم على خير، السلام عليكم.